إذن على بركة الله يبدأ الشوط الأول، وهنا تأتي الكرة لمصلحة النادي الأهلي. يمثل النادي الأهلي هناك صانع اللعب حسين فخر، صادق علي، وأيضا هناك اللاعب علي حسين، وأيضا اللاعب يوسف، واللاعب رقم 3 جعفر عباس. وبالتالي شوف الآن سلسلة تقاطع تغييرات المراكز، وبالتالي تأتي الأمور. صادق علي، ولكن الدفاع هناك أيضا لاعب مميز علي شعلان الحارس، الحارس هناك أيضا لاعب رقم 22 صلاح عبد الجليل، والمدرب هناك إبراهيم عباس الذي لعب مع النادي الأهلي، حقق كثير من الإنجازات، وأيضا مع مدرب المنتخب الناشئين مدرب منتخب الشباب وحقق أيضا إنجاز. وهناك مساعد مدرب أمين القلاف أيضا هو راح يجرب منتخبنا الأحمر للناشئين، وأيضا لاستعداد التصفيات الآسيوية في شهر 8 أو شهر 9 يبدو لي. إذا تلعب الكرة صادق علي يلعبها تمرير حسين فخر، والله ورمية 7 أمتار يشير طاقم التحكيم القاري علي الشمروخ ومحمد راضي حبيب، واللي يستعدوا للاختبار للشارة الدولية في شهر 3 وبالتوفيق إن شاء الله. رمية 7 أمتار، بينما هناك يمثل باربار في حراسة المرمى الحارس المتألق عيسى عبد الله علي، ورمية 7 أمتار. هذا هو، أوه برافو عليك يا سلام، هي يا علي يا حسين يسجل. إذا هناك أيضا اللاعب أحمد المكابي، واللاعب رقم 4 خليل إبراهيم في التشكيلة. هنا خطأ في الدخول، واللاعب رقم أيضا 15 المكابي، لكن تلعب كرة خطأ لمصلحة الأهلي. هناك عودة اللاعب المتألق محمود عبد القادر، وبالتالي أيضا هنا اللاعب رقم 24 24 هناك علي محمد، وايضا الحارس هو عيسى خلف، يعرفونه عيسى خلف. يا سلام علي، تلعب شوف الكرة الان صادق علي، سير فخر دينامو، سير علي حسين، يا سلام التمريرات تاتي والتوجيهات تاتي. ولكن هناك ايضا لما تتحدث عن فريق باربار تتحدث عن المدرب السيد علي الفلاحي، المدرب ايضا واحد اللاعبين اللي لعبوا مع النجمه، وايضا من اللاعبين والمدربين اللي حققوا الانجازات، وبالتالي هو سيد علي الفلاحي لاعبين، وايضا راح يدرب المنتخب للشباب راح يكون سيد علي الفلاحي. اذا هنا خطا يصير طاقم التحكيم لمصلحه الاهلي. مباراه يعني اذا اراد تحديد المراكز ومن ثم هذا الدور التمهيدي ياتي ايضا الدور السداسي ومن ثم الرباعي الى يجرى اي تغيير او تغيير. يا سلام عليك يا الاسود، برافو يتيت عليه، هذا هو صادق علي. تلعب الكره سريعه هنا لمصلحه باربار، عوده محمود عبد القادر وغياب جعفر عبد القادر، وبالتالي ربما يكون هناك تاثير. المقابي احد اللاعبين اللي لعبوا مع منتخبنا الاحمر، المقابي صناعه اللاعب خليل ابراهيم. تلعب المقابي تلعب تقاطعات تغيير المراكز. شوف الان اللعب والدخول خليل ابراهيم، لكن المكابي هنا تلعب الكره الحكم يشير ما فيها شيء. تلعب خليل ابراهيم، شوف الدفاع المتقدم 4-2 مباهته الاطراف وايضا الباكات. مكابي خطا يشير الحكم، ويبدو لي هناك اشاره اللي يطالبون اشاره اللعب السلبي، لكن هناك تفتيف فعلا اشاره اللعب السلبي. تلعب الكره محمود الخيال والفارس، وبالتالي هنا تلعب كره متصل. تلعب المكابي، لكن هنا الترانزيشن ديفنس برافو حاول فيها اللاعب رقم 7 سيد احمد فايق، هذا هو ايضا الجناح الطائر، وبالتالي لكن الكره تعود لمصلحه باربار، ولكن ما فيها شيء. برافو صلاح عبد الجليل موجود هنا، فخر دينامو يلعبها الى من؟ يا الله، رميه 7 امتار. برافو عليك يا سماهيجي لاعب منتخبنا الاحمر، وهناك ايضا دقيقتين يبدو. رميه 7 امتار، شوف الاعاده، برافو يا عبد الله يا الياسي، عطانا اياها مخرجنا. ربما الكرات الجميله، تغيير الحارس ونزول حارس رقم 25 قاسم الشيوخ، وقاسم محمد ايضا احد لاعبين وحراس اللي لعبوا مع منتخبنا الاحمر، وبالتالي هو في ارضيه الملعب. يا سلام عليك يا علي حسين، يا سلام عليك يا علي حسين، رميه 7 امتار تاتي يسجل. اذا 3 مقابل لا شيء. بربار يعاني النقص، يعاني. هناك محمد حبيب، جعفر عبد القادر، وإصابة محمد حبيب يبدو لي غيبت هذا اللاعب عن هذا اللقاء الكلاسيكو الديربي
مباراة ينتظرها الجماهير، حضور جماهير اليوم. تلعب الكرة، الكواسر أمام النسور، أمام القلعة الصفراء. هنا من يفوز اليوم؟ الأصفر أم الأبيض أم البنفسجي؟ تلعب سلسلة، تغيير المراكز، خروج الدائرة، لكن الدفاع. شوف الآن المباهت للنادي الأهلي. أمامك يا المقابي، تلعب وحيدا في الخلف. أينك يا جعفر عبد القادر؟ وأينك يا محمد يا حبيب؟ ولكن الكرة لخارج الملعب. إصابة محمد حبيب ترهب الكواسر باربار. والله يعني غياب الباكات، العناصر المهمة في باربار هي الضربة، ولكن تأتي الأمور. إذا تلعب الكرة سلسلة مقابي، الله، يعني لما تتحدث عن طاقم التحكيم المرشح راح يسافر في شهر 3 للإشارة الدولية. عندنا هناك الموت، عندنا المرهون، عندنا قنبر، عندنا احسب الحكام الاكتف على مستوى اسيا، مستوى الخليج، مستوى العرب في كرة اليد. بحرين ولادة، وايضا في اللاعبين. تلعب الكرة سلسلة، تأتي هنا رمية 7 أمتار وفيها دقيقتين على اللاعب رقم 8 من باربار، عيسى ابراهيم مشاخيل. هذا الحكم الشمروخ. شوف الإعادة، برافو يا الياسي، عطانا وياها. شوف السحب، شوف المسك، وبالتالي هنا تأتي صافرة من الحكم القاري. والله ندعي لكم بالتوفيق، الله يوفقكم إن شاء الله. تروحون تختبرون الشارة الدولية وتجون يصير عندنا طاقم 3 أكتف موجودين إن شاء الله. رمية 7 أمتار، علي حسين الأنيق، هذا هو، يا الله، سجلها، لعبها في زاوية صعبة. إذا باربار يعاني 4 مقابل لا شيء في الدقيقة 6 من الشوط الأول. تلعب مدرب باربار سيد علي الفلاحي يعاني الأمرين، غياب عنصرين مهمين في فريق باربار في التشكيل. إذا تلعب الكرة، عواد رجب، عودة عواد رجب اليوم سجلوا عودة حميدة يا عواد يا رجب. أيضا كان له دور، كان كابتن منتخب الناشئين اللي في أول تأهل لكأس العالم في الأرجنتين هو هذا اللاعب رقم 3 عواد رجب، كان هو الكابتن. يا سلام يا المقامي، والله الله الله الله، يا اسم الله عليك يا المقامي، والله لاعب. شوف الاختراق، وهنا بطاقة صفراء يشير الحكم. شوف الفنت والموف الجميل، تعودنا أن نشاهد هذا اللاعب المتألق المكابي أحمد. رمية 7 أمتار، هذا هو المكابي، أحد العناصر الفعالة في فريق باربار. رمية 7 أمتار، صلاح عبد الجليل. لا، يا سلام عليك، برافو، لعبها في الزاوية الصعبة، وشلون حطها. هذا هو الفلاحي العملاق، المدرب اللي يرهب، كان لاعبا مع العالمي وأتى مدربا مع الكواسر، إنه سيد علي الفلاحي. تلعب الكرة حسين فخر، الدينامو، تقاطعات، جعفر عباس، لكن علي حسين صادق علي تيت عليه. الله، لعبها، يا سلام سلم، برافو عليك، حلوة منك يا شعلان. شوف الدخول، شوف هنا من الجناح الشمال بالنسبة لفريق الأهلي، لعبها الأنيق اللاعب علي حسين في مكان حلو للجناح، وبالتالي شوف تشغيل الأطراف، شغل الأجنحة. لما يكون انت تلعب على الأجنحة، إذا كان الجناح في الشمال أو اليمين، إذا كانت الحلول تأتي من الأجنحة راح تضرب من جميع الاحتمالات وأيضا من جميع المراكز. يا الله، مين هذا؟ والله يلعب، برافو يا حسن يا الناصر، صغير لكن أداء كبير في أرضية الملعب. ياهو. إذا تلعب الكرة 2 مقابل 5، بدأ باربار يعود، بدأ يصحصح فريق باربار الكواسر اللي حقق 6 مرات بطولة الدوري، أولها كان 2002 وآخرها 2003، وبالتالي تلعب الكرة. برافو، حلوة، دقيقتين على اللاعب الأهلي يعيدها يا مخرج إذا كانت موجودة يا عبد الله يا الياسي. عطنا هنا ما الذي حدث في أرضية الملعب، الاحتكاك. شوف لما هنا حاول، وهنا التصادم للمقابي. سلامات للاعب، لا تخرجوه، خلوه موجود، هذا الخبرة،
هذا اللاعب المقابي الدينامو صانع اللعب الاهلي حسين فخر. هنا المقابي موجود، المقابي موجود. نزول محمود عبد القادر. اذا هذا هو المدرب الكابتن ابراهيم عباس ايضا اللي لعبه مع النادي الاهلي وحقق الكثير مع المدرب. هناك مساعد المدرب ايمن او امين القلاف. تلعب الكره المقابي احمد، سلسله اللعب يلعبها للجناح. شوف الدفاع تقدم رغم النقص الموجود، انه يولد العزيمه في النادي الاهلي. تلعب هنا، تلعب نقص العددي، ولكن هنا احمد عبد القادر. احمد عبد القادر، هذا احمد المقابي. الحكم يشير. محمد رضي حبيب ابن الوز عوام ابوه حاضر وهو حكم وراح يترشح لي الاختبار. عليك الاستعداد يا محمد يا رضي. هل تكون مثل اباك في ارضيه الملعب شديد القرار او هناك كلمه؟ تلعب احمد المقابي بالتوفيق. اذا تلعب يا سلام، لعبها على الجناح واحده بواحده يا علي يا حسين يا اهلاوي. انا موجود. حسن الناصر انت لعبتها هناك للاعب الشعلان شعلنها، ولكن هنا الناصر اتى بالمثل. واحده موجوده من الاهلي وواحده موجوده من الكواسر باربار، ولكن النتيجه موجوده. 3-5 فارق الهدفين. صادق علي المدرب، ياتي المدرب ابراهيم الكابتن ابراهيم عباس بمحمد ميرزا اللي اتى من نادي الدير، وايضا احد لاعبين منتخبنا الاحمر اللي حققوا وصلوا الى طوكيو، وصلوا الى كاس العالم، وبالتالي من انجاز لانجاز. محمد ميرزا يذكرني بمحمد ميرزا، وهنا هدف. يا سلام عليك. محمد ميرزا كان في النجمه، ومحمد ميرزا وين راح اليوم؟ وهذه الاعاده موجوده، وعلي ميرزا والله بالتوفيق بالتوفيق. ويذكرني بلاعب مميز مجدي ميرزا، بدر ميرزا، لعبوا مع النادي الاهلي. وهناك سعيد جوهر، وهنا خطا مخالفه المشي على المقابي. يشير محمد رضي حبيب الحكم القاري اللي راح يترشح ان شاء الله والاستعداد لتحقيق الشارة الدولية. تلعب الكرة. اذا 6-3 فارق 3 اهداف. تتحدث عن نجوم لعبوا مع النادي الاهلي. هناك ابراهيم عباس، بدر ميرزا، باسم شهاب، اسماعيل باقر، علي عيسى، الاستاذ علي عيسى ايضا لاعب كرة يد ورئيس الاتحاد، الرجل العالمي، الرجل الذهبي هو الاستاذ علي عيسى. وهناك مجدي ميرزا، سعيد جوهر، الاسطوره احمد عبد النبي، وكثير من اللاعبين اللي حققوا انجازات على مستوى النادي الاهلي. اذا تلعب الكرة صادق علي. شوف الدفاع الان، لاحظ عملية الدفاع والتقدم 4-2 ثم 5-1 المباهته. وهناك ايضا خطأ في عملية التحويل يشير الحكم محمد رضي. كرة لمصلحة الأهلي. تلعب صادق علي. لاعبين الأشول دائما الباكش الأشول يعني يرهق. يا الله، من وين يا صادق؟ من المسافات البعيدة، لكن الكرة تلعب لخارج الملعب لمصلحة أحمد المقابي. يلعبها المقابي لخليل إبراهيم اللي محمود، ولكن هنا برافو يا صلاح عبد الجليل، اسم على مسمى صلاح عبد الجليل. تلعب الكرة الأهلي. محمد ميرزا يغادر الملعب. نزول حسين فخر الدينامو قلب النابض. صانع اللعب علي حسين الأنيق. صادق علي. يعني أنت تحتاج أن يكون عندك اللاعب الأشول يكون في كل مكان. يحتاجونه في الطائرة، يحتاجونه في اليد، يحتاجونه في السلة. يعني عملة نادرة اللاعب الأشول اليسار. إذا تلعب علي حسين، سلسلة اللعب، تقاطعات. يا سلام عليك يا حسين يا فخر. هي يا سلام عليك يا شعلنهم لعب، وبالتالي من الجناح يسجل. إذا 7-3 مباراة لا تقبل القسمة، وإنما في الدور التمهيدي يحتاج إلى ترتيب المراكز حتى يكون هناك في الدور السداسي، في الدور الرباعي، من يواجه مين يبتعد عن مين. تلعب الكرة تقاطعات. يا سلام عليك. 6-0 هنا الدفاع، وبالتالي الله كم هي جميلة. الكواسر يأتي يسجل عبر اللاعب عيسى إبراهيم مشاخيل. شخلها مشاخيل، لعبها مشاخيل. إذا هذه الإعادة برافو عليك يا مشاخيل، اسم على مسمى. إذا تلعب 7 للأهلي مقابل 4 لبربر. النسور أمام الكواسر. جماهير اليوم حاضرة والله. اليوم ما سمعنا طرب. متى نسمع الطرب؟ نبغى نسمع الطرب يا الجماهير.
اوه تلعب تقاطعات. شوف التقدم الدفاع على خط ال9 امتار، وبالتالي هنا صادق علي. ياهو يا سلام يا حلو يا أبه، إيه العظمة دي كلها يا صادق. يعني شوف الإعادة لما لعبها في مكان قلت لك الأشول اليسار، اللي يستخدم إيده اليسار يرهب يرهق يتعب، يخليك ما تستقر في أرضية الملعب. تقاطع تلعب إلى من؟ إلى اللاعب حسن الناصر، ولكن صلاح هنا الكرة لخارج الملعب. صادق علي حسين فخر تلعب الكرة إلى من؟ إلى محمد ميرزا. أوهو محمد ميرزا اليوم غير والستايل غير. برافو. أيوه حركوا الجماهير، هذه الإعادة شعللوها الجماهير، يقول خلونا مع الأهلي مع النسور. ولع شالوا، جيب على الجماهير يا مخرج. الله 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 الله. أوه إذا وقت مستقطع، يتدخل الكابتن سيد علي الفلاحي بطلب الوقت المستقطع بعد ما شاف النتيجة فارق ال5 أهداف. يعني نتيجة صعبة. هذا هو توجيهات المدرب، أعطاه وضع النقاط لما تتحدث عن هناك المراقب ميرزا سلمان الحكم الدولي، الوالد لمحمد ميرزا وعلي ميرزا، وبالتالي هناك المسجل فارس عباس، وهذه اللقطات الجميلة، وهناك الميقاتي ميثم العراري حكم قاري. فبالتالي الأمور موجودة. أيضا تتحدث عن الأهلي فاز على الشباب 22 في المباراة الأولى مقابل 30، فاز على سماهيج في المباراة الثانية 35-30، فاز على الدير 31-25، فاز على التضامن 24-34. اليوم ينفرد بالصدارة في حالة الفوز على بربر لعب مباراتين، لعب فاز على سماهيج 27-3، فاز على البحرين 24-28. هناك مباريات مؤجلة مع الاتفاق مع التضامن، وهذه المباراة أيضا الثالثة المؤجلة مع الأهلي. لا 6 نقاط صعب بربر بعد التوقف، لما هناك يعني كان محمد حبيب أيضا يشارك والمنتخب، فبالتالي تأجيل المباراة. تلعب محمود عبد القادر، يا سلام عليك يا محمود، وبالتالي هناك خطأ بعد ما انتهى الوقت المستقطع. ماذا قال المدربين الوطنيين اللي دربوا المنتخب، اللي كانوا عباقرة في كرة اليد، إبراهيم عباس والسيد علي الفلاحي، اللي لعب مع النجمة واللي لعب مع الأهلي، وهناك من حقق الدوري مع النجمة 20 مرة حقق الفلاحي الدوري، وأيضا مع الكباتنة 19 مرة الكاس، بينما الأهلي 18 مرة حقق الدوري وأيضا حقق الكاس 22 مرة. يا سلام عليك، لكن هالمرة صاحي لك قاسم الشيوخ. شوف الآن ربما تكون هي الانطلاقة، هل تأتي الأمور، ولكن علي محمد يكن المكابي لعلي محمد الجناح الطائر. يا سلام عليك، لا 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 جابها لعبها سجلها، وبالتالي الأمور تأتي. إذا يقلل الفارق إلى 4 أهداف. هذه الإعادة من الجناح الطاهر أيضا أشول، ما تعرف وين راح يلعبها، في البداية في الزاوية الصعبة، في النهاية ما تدري. إذا 5 مقابل 9 تلعب الكرة. شوف الآن تقدم الدفاع 3 على 3، 3 على 9 أو 5-1 يغير يباهت الفلاحي. هذه هو دفاعه 5-1 يباهت التقاطعات، ما يعطي أيضا هناك التصويب من الخطوط الخلفية أو من العمق، هناك من مسافات بعيدة. خطر لمصلحة الأهلي. اسمع، الأهلي بدأ، الجماهير حضر، لعبها جعفر عباس، وهنا خطأ لمصلحة جعفر عباس. هذا أيضا أتى بالبربار. العام الماضي كان مع بربار، لكن السنة مع الأهلي. تلعب صادق علي، صادق، يا سلام عليك يا شيوخ، برافو يا حارس انت يا قاسم، ولكن الكرة تأتي لمصلحة الأهلي، يطالبون الكرة عدلت. تلعب الكرة صادق علي. إذا نلعب في الدقيقة 17 والتقدم بفارق. يا سلام السماهيجي حلوة يا صادق، وبرافو يا قاسم يا قاسم يا قاسم يا مشترك انت يا لاعب يا حارس يا فنان. لما تصدى للسماهيجي قال له وين بتسجل يا حسن؟ قال له هنا، قال له لا، وهنا تيرنوفر تضيع على بربر. تلعب كرة سريعة إلى حسين فخر الدينامو. صادق علي، هل يأتي تمريرة؟ يا سلام السماهيجي، مرتين توجع يا سماهيجي، توجع
لما سلسلها لك على حسين، عطاك الاولى مكسره والثانيه، ولكن قاسم الشيوخ موجود بالقاسم المشترك، وبالتالي هنا الله شوي شيوخ والله عطهم خلهم يلعبون. تلعب قاسم شويف، قاسم يا سلام عليك يا قاسم، قاسم محمد تلعب الكل سلسلة. عودة عواد رجب كابيتانو محمود عبد القادر، وينك يا جعفر؟ الله 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 الله، يا سلام على الفن، يا سلام على الاداء، برافو يا محمود، وحلوه منك انت يا لاعب يا علي محمد. وهنا سقوط في ارضيه الملعب، سلامات للاعب علي شعلان، يعاني من اصابه، ان شاء الله ما تكون اصابه تبعد هذا اللاعب. عيد لنا الهدف الجميل اذا كان موجود، ولكن بعد هذه اللعبه والله مباراه تف اجريسيف، ويش ما تسميها. شوفوا والله لعبه فنان، لعبه كبير، لاعب على ستايل الاوروبي بنكهه بحرينيه 100. الله 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 الله. تلعب الكره الى اللاعب البديل في الاهلي محمود حسين، لاعب منتخبنا ايضا، تقاطعات تغيير اللعب. شوف الدفاع متقدم 5-1، يبهد يراهن، وبالتالي هناك ايضا دقيقتين على اللاعب. خلينا نشوف ليش المقابي لانه هناك في مسك للاعب حسين فخر، وبالتالي هنا الشمروخ الحكم القاري يقول ان هناك دقيقتين على الكابيتانو احمد المقابي. تلعب غياب لاعبين على مستوى يأثر، لكن الكلاسيكو الديربي في كرة اليد خير، شعللوها علي حسين، صادق علي. شوف الدفاع، النقص يولد العزيمة، وبالتالي هل ينجح الأهلي بالزيادة العددية أن يسجل أو كلمة لقاسم الشويخ؟ تلعب الكرة صادق علي، لعبها علي حسين، وهنا رمية 7 أمتار. يشير الحكم ربما يعني يطالبون بالتشن، ولكن الحكم الشمروخ هو سيد الملعب. إذا كانت موجودة في الإعادة هل هناك نشن أو هناك أتركها للمحللين. وينك يا الاسكافي؟ وينك يا محمد علي؟ يا علي محمد، وبالتالي رمية 7 أمتار. الآن علي حسين أمامه الحارس الفريق باربار. يا سلام عليه، حاول فيها عيسى خلف، لكن الموسيقار الأنيق علي حسين هذا هو. يا سلام يا سلام، سجل يا صحفي، حطها في اليوتيوب، انشرها في السناب شات، عطها، قول لهم ترى احنا تعالوا اللي في اوروبا، تعالوا الى البحرين، شاهدوا الاداء الجميل، شاهدوا الاهداف الجميله. تلعب الكره عواد رجب، عودة عواد رجب محمد، هذا اللاعب توهم مسجلينها بعد ما كان عواد رجب كان في وين؟ مع الاتحاد 2019، لعب مع البحرين 2016 2017 2018، لكن اليوم يعود الى بربار، الى الكواسر. راح اتحدث، شوف هنا، شوف شد ساحب، والله كرة اليد خير. يا سلام يا عواد، يا سلام يا عواد، يا سلام يا عواد، عواد اهدى يا عواد، اهدى يا عواد يا رجب. ما بداهم يقولوا، ولكن هنا حينما اخرج الفلاحي الحارس يريد ان يلعب ب6 لاعبين، لكن هناك سرعان. شوف هناك الكليفر مان اللي سجل الهدف، وبالتالي من دون تعب. اذا 11 مقابل 7، نلعب في الدقيقه 21 من الشوط الاول. الاهلي تتحدث عن اول بطولات الاهلي، حقق 83 84 اول بطوله، واخر بطوله 2015. فالاهلي متعطش الاهلي للبطل الدوري، 18 مره يحقق الدوري و22 الكاس. الكاس يا الاهلي، يبغى الكاس. الاهلي اخر مره حقق الكاس 2013، لا 2014 2015، لا 2016 2017 اخر مره حقق الكاس، لكن من حقق الكاس تلعب. شوف الان، برافو، هذه الاعاده. اسمع الجمهور، الله والله اسمع الجمهور. انا راح اروح للجمهور، اسمعهم.
يا سلام عليك والله جميل. يا ليالي يا ليالي. الله 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 الله. ضرب. شوف الإعادة. برافو عليك، حلوة منك يا أنت يا لاعب يا علي يا محمد. يسجل يقلل الفارق إلى 3 أهداف. والله ضرب اليوم. الله. اسمع ياهو. يا سلام. اسمع. العب. يا سلام. مقطوعة. محمود عبد القادر. اوه يا سلام عليك ابن الوز عوام. رحمة الله على ابوك. هذا لاعبا عملاق يا محمود. وبالتالي هناك من لعب مع البربر عبد الاله جعفر، حسين عبد الله انجي، ومحمد عيسى الشويخ، وداود سلمان علي سلمان. اطول لاعب في البحرين كان يلعب كرة يد، ومحمد علي صالح وحسين عيسى واحمد التاجر، وهناك حسن النشيط وحسن مدى الان مساعد مدرب. الله. اسمع معدن وذهب الاحمر. وين. الله 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 الله. صادق علي. وهناك خطأ. والله اليوم ضرب يا جماعة. اسمع. ايوه. ياهو. الله. إذا الفارق الهدفين. نلعب في الدقيقة 23 من الشوط الأول. وهنا الله 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 الله. 3 لاعبين. مين هذا؟ جعفر عباس المطلقة الهمر. والله كبت. ما شاء الله عليك يا جعفر يا عباس. إذا 12 مقابل 9. والله حلوت المباراة. اسمع. هو. الله عليك يا محمد يا ميرزا. لعبة الكبار. شعللهم، وقفهم، خلاهم يسجل، وبالتالي هذا هو. برافو يا محمد يا ميرزا. 13-9 يوسع الفارق إلى 4 أهداف. اسمع. عطهم. هذا نواف موجود مع رابطة النادي الأهلي. نواف حياة يضرب في أرضية الملعب. تلعب الكرة. خطأ يشيل الحد. تلعب الكرة. يا سلام. برافو يا صلاح عبد الجليل. سلامات. وبالتالي يتصدى لتصويبه قوية كانت من أحمد المكابي. تعود الكرة لنادي الأهلي. إذا 13 مقابل 9. الأهلي يسيطر، الأهلي يتفنن، الأهلي يلعب رغم النقص في نادي بارفار الكواسر. جعفر ومحمد حبيب. تلعب الكرة. عفوا. تلعب. صادق علي إلى حسين فخر، إلى محمد ميرزا. محمد والدخول. محمد والتسجيل. يا للسلام عليك يا محمد. سلام. اضرب تحية. وبالتالي تأتي الأمور. خيال. هناك من يشاهد، هناك من يعشق الأهلي، هناك من يعشق البربر. والله اليوم الأمور غير. تلعب. الكل يستعد للألعاب الألعاب المصاحبة لكأس الخليج في دولة الكويت في شهر 3 يبدو لي، أو شهر 2، نهاية شهر 2 راح تكون هناك الأمور غير. الألعاب المصاحبة لكأس الخليج في الكويت كل الألعاب. يا الله يا كم أنت جميل. لعبها فنان علي محمد. والله شوف هذا الهدف الرابع بطريقة يقول لي صلاح عبد الجليل ما راح توقفني من سلسلة الأهداف من الجناح الشمال بالنسبة لنادي باربا. توجيهات إبراهيم عباس وتوجيهات السيد علي الفلاحي. خير. تلعب الكرة. محمد ميرزا، زين فخر، صادق، زين. شوف الآن الدفاع 6-0. مراقبين جعفر عباس. هنا يزول علي يوسف جناح الطائر الآخر. محمد ميرزا. شوف الآن الدفاع 5-1 تغير من سيد علي فلاحي. تصويبه. برافو يا قاسم. حلوة يا قاسم. أنت القاسم المشترك في أرضية الملعب بين السيد علي الفلاحي واللاعبين.
منع الاهداف. تلعب الكره المكابي، يا سلام عليك يا المكابي، لعبها الى من؟ الى خليل ابراهيم. خليل ابراهيم هو الان من يقود صناعه اللعب. تاتي الاهداف من الاطراف، من العمق، من الدائره، من الاجنحه. شوف البربر يعتمد على الاختراق، على البنتريشن، حتى يكون هناك يعني فضاوه في الدفاع، وبالتالي هناك يكون الجناح حر في عمليه التصويب. مكابي يا سلام، لكن صلاح هناك خطا. شوف المكابي تصويباته تاتي يعني قويه وبذكاء، ولكن تصدي هذا الحكم الشمرون ما يضحك، ما يبتسم. شمرون ومحمد رضي حبيب. تلعب الكره عواد الى خليل، الى المكابي. خليل في صناعه اللعب. شوف الدفاع 6-0. يا الله حلوه، برافو يا صلاح عبد الجليل. حاول فيها عواد رجب، ولكن الكره تعود لمصلحه الاهلي. محمد بيرزا، محمد بيرزا ما فيها شيء. الحكم يشير ان هناك خطا لمصلحه الاهلي بعد ما استفاد من التصويبه الجميله، ولكن برافو يا قاسم، يا قاسم يا محمد. حلوه. حارس اليوم يلعب في الدقيقه 28 100 على 100 الحارس لنادي باربار. ايضا هناك الاهلي الكواسر باربار، والنسور تحلق الاهلاويه 100. اذا تحدث عن السوبر، بطل السوبر باربار امام النجمه. يا سلام عليك، برافو يا محمود يا حسين، يا جناح يا جميل. يسجل هدف، ربما ياتي بالهدف فارق ال5 أهداف. هذه الاعاده الجميله من مخرجنا عبد الله الياسي. بطل السوبر البحريني باربار امام النجم، بطل السوبر الاماراتي البحريني الشارقه امام باربار. ولكن الامور تتغير. 2019 النجمه بطل الكاس، 2019 باربار بطل الدوري. يا سلام عليك يا عواد، ما فيها شيء. ربما تير روفر، لكن هنا فاست بريك. مين الله، الترانزيشن ديفيس مش موجود مع باربار، لكن ينجح محمود حسين يوسع الفارق الى 6 أهداف. ما الذي يدور في فكر سيد علي الفلاحي؟ امامه ايضا هناك الاسطوره في التدريب ابراهيم عباس. ايضا الله، نجوم لعبوا مع الاهلي، مع النجمه، مع باربار. والله اول بطوله اللي يتذكرها عام 74 و75 لما كانت السليمانيه هو بطل الدوري. ايامك يا السليمانيه كان هو بطل الدوري وبطل الكاس، و75 76 السليمانيه 2. وبعدين اتحدوا، وكان هناك ايضا الوحده القادسيه. تلعب الكره سريعه، يا سلام عليك، برافو، حلوه يا سيد احمد فايق. اذا في الدقيقه الاخيره يوسع الاهلي الفارق الى 7 أهداف. هذا هو سيف احمد لاعب متالق. هناك القادسيه حقق الدوري 77. هذا سيد علي الفلاحي يفكر يقول له لا تطلع، ارجع، لا تغير، خليك موجود. مو براضي على اداء الفريق. لا تزعلونا يا شباب، لا تزعلون السيد علي الفلاحي. اذا تلعب الكره، تكلم عن الوحده عام 81 82 حقق الدوري. وبعدين جاء الاهلي 85 حقق الدوري، ورجع الوحده في 85 86 حقق الدوري. جاء الاهلي، جاء الوحده 87 88 89 90، وبالتالي مقطوعه الكره. تلعب، يا سلام عليك، الله حلوه، ما يستسلمون باربار. اذا متابعينا الكرام، ينتهي الشوط الاول بتقدم. اللي انتهى الشوط الاول من مباراه الاهلي وباربار لمصلحه الاهلي 17 مقابل 11. نعود للشوط الثاني، وايضا هناك من فاز. النجمه فاز على الشباب، فبالتالي راح نشوف الامور تتغير في الترتيب الدوري. ايضا تتحدث عن البطوله الخليجيه 38 للانديه ابطال الكؤوس لكره اليد، اللي راح تكون في الكويت في شهر مارس. راح يشارك النجمه، بالتوفيق لممثل الوطن ان شاء الله في شهر 3، وبالتالي يبدا الشوط الثاني من هذا اللقاء. تلعب الكره لمصلحه باربار، يعني ناقص عدديا. المكابي يلعبها محمود عبد القادر، يلعبها الى خليل، لكن هنا للجناح ايضا لاعب علي محمد. محمود
عبد القادر يحصل على خطأ لمصلحة بربان. ناقصين 5 لاعبين، وبالتالي هذا اللاعب السادس ايضا. الله برافو. لا 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 لا, لا. يا سلام ياهو، كم هو هدف. شوف الإعادة، هدف ولا أحلى ولا أروع ولا يعني في الخيال أن تشاهد وأن تستمتع مع الأهداف الجميلة. برافو يا حسن يا الناصر، يقلل الفارق إلى 5 أهداف. هناك رابطة موجودة، رابطة موجودة للنادي الأهلي. هناك نواف أبو راشد، نواف هيان صاحب الحجرة الجميلة في الأهازيج الموجودة، يضرب في أرضية الملعب. تلعب الكرة، تقاطعات. علي حسين الأنيق اللاعب المتألق يلعبها. أوه صادو. محمود حسين يبغى يسجلها على قاسم محمد، لكن قال له وين رايح؟ بريك ستوب هنا، وبالتالي تلعب الكرة. محمود عبد القادر، أحمد المكابي يلعبها إلى خليل إبراهيم. حلوة، نزول اللاعب رقم 8 عيسى مشاخيل. تحدث عن أيضا الفرق أو الأندية المشاركة في بطولة الخليج في شهر 3 في دولة الكويت، بطولة 38 للأندية. هناك نادي الكويت، السالمية، الشارقة، الريان، السد، النجمة، مسقط، مضر. وبالتالي هناك راح تشوف أمور تنافسية، وبالتوفيق لممثل الوطن النجماوي العالمي. أيضا راح تكون بطولة الألعاب المصاحبة خليجي 3 في شهر أبريل في الكويت. يا سلام، حلوة جميلة، يا سلام يا المقامي. وهنا استعجال، وبالتالي إذا 13 مقابل 17 حضور اليوم. منصة منورة، الكل حاضر، من كباتنة، من أساتذة، من رؤساء، ومن كبار الشخصيات والصحفيين. الكل يعني متواجد. لما تتحدث عن أول بطولة قلنا السلمانية 1 حقق البطولة الدوري 74-75 أول دوري، ثم السلمانية 2 75-76، لكن القادسية 77، الوحدة 78. نجوم الهلال حققها 98-99، وهنا الكرة ضايعة. برافو. وعام 1999 2000 الهلال، و2001 الهلال، بعدين جت خلاص جت الاهلي. الله، لا 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 لا، يا سلام، هدف ياتي. برافو، يقللون الفارق الى 3 اهداف. 14-17 نلعب في الدقيقة 4 من الشوط الثاني، والمباراة مولعة يا جماعة. جماهير متعطشة بعد توقف 3 شهور، يعودون إلى الكرة البحرينية لكرة اليد. الكل يعشقها. نجوم راحوا الإمارات، نجوم راحوا السعودية، نجوم راحوا عمان، وهنا جعفر عباس يسجل هدف. برافو على التمريرة. تلعب الكرة سريعة، يا سلام عليك. خليل المكابي يلعبها. الله، استعجل فيها، ولكن كرة فاست بريك. فايق سيد. الله، لا 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 لا، راح يندم عليها سيد احمد فايق والله. اوه يا شوي. قاسم شوف الإعادة، يقول له ما راح نسجل. اربط، عدل، تكتك يا قاسم إذا تلعب الكل. فرق ال4 أهداف. غيابك يا محمد يا حبيب ويا جعفر عبد القادر أربكوا، لو موجودين تتغير النتيجة. راح يكون كلوز تايد، ما تعرف الفايز النسور أم هناك الكواسر. الله الله، لا 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 لا، هذه سجل من الجناح، لكن اليوم من العمق يخترق محمود عبد القادر ويأتي هدف السريع، هدف الرد منك يا محمود يا حسين. سنتر بسرعة، العب بسرعة، هكذا هي كرة اليد. الله، 19-15 فارق ال4 أهداف. والله مباراة مولعة يا جماعة، مولعة مولعة. يعودون للدوري، من يصل إلى السداسي، ومن يصل للرباعي، ومن يحقق البطولة، ومن يحقق الدوري، ومن يحقق الكاس. محمود أحمد المكابي كابيتانو، سلسلة اللعب. شوف الدفاع الآن 6-0، تقاطعات، تغيير المراكز، ولكن الدفاع الآن شوف المباهتة. سيد، هناك إبراهيم، الكابتن إبراهيم عباس يلعب بطريقة 5-1 كي يربك صانع اللعب، لا تكون هناك تصويبات من الخطوط الخلفية. يا سلام عليك،
الله، لا 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 لا، يا سلام يا سلام يا سلام، ياهو اضرب تحيه. شوف الفيلم والله من الزاويه الصعبه لعبها على صلاح عبد الجليل، يسجل هذا اللاعب علي محمد، وبالتالي كره كانت جميله حلوه، هدف ولا اروع ولا احلى منك يا علي يا محمد. اسمع الجمهور. ايوه عاشوا ضرب. اوه يا ليالي، عاشوا نواف، والله يا هذاك الجماهير موجوده، والله طرب اليوم مع نواف هيان. اوه جماهير النسور موجوده مع الهازيج الجميله يا ليالي. اسمع سمعني، اسمع. ايوه شوف الهدف الجميل، والله طرب اليوم. الاهلاويه غير داوين بعد انقطاع طويل عن تحقيق البطولات، يبغوا بطولات، يبغون دوري، يبغون كاس. فرحوهم فرحوا الجماهير المتعطشه. اخر بطوله حققها الاهلي 2015 2016 الدوري. هنا هدف ياتي، اذا النتيجه 17-20 فرق 3 اهداف. تلعب الكره سريعه حسين فخر، محمد ميرزا، علي حسين. شوف اللعب سريع، والله كره اليد سريعه، لعبها للجناح، لكن هناك خطا يشير الحكم. الشمروخ ومحمد رضي حبيب راح يتوجهون في شهر 3 والاستعداد والاختبار للشاره الدوليه. بالتوفيق. نتحدث عن المدرب سيد علي الفلاحي، هناك مساعد مدرب حسن مدن، والاداري محمد جواد الشويخ، وهناك الطبيب محمد تاجر، ومدير الفريق علي الجوكم. يا سلام عليك علي يوسف، الله 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 الله، حلوه منك انت يا جناح يا طاير يا علي يا يوسف، طيران. وبالتالي يسجل هدف 21. نلعب في الدقيقه 8 من الشوط الثاني والتقدم اهلاوي. هناك ايضا المدرب ابراهيم عباس، مساعد مدرب امين القلاف، وهناك ايضا مدير الفريق باسم صالح شهاب، وايضا الطبيب محمد رجب صالح، والاداري محمد علي سلمان. هذه بالنسبه للاهلي. حدث عن الاهلي، حدث عن باربار. طلع مكابي، وين يا المكابي؟ راح تتذكرها يا المكابي. كرة كانت خارج الملعب، لكن هناك خطأ لمصلحة الاهلي. تلعب كرة سريعة على حسين الى الدينامو، صانع اللعب حسين فخر. حدث عن باربار ثالث آسيا، حقق ثالث آسيا الدوري. باربار حققه 6 مرات الدوري، ولكن الكاس مرتين، أولها في الكاس 2003 2004، والدوري 2002 و2003 آخر مرة حقق الدوري. لكن لما تأتي إلى باربار 2018 2019 حقق الدوري. باربار هذه البطولة السادسة لباربار، لكن كانت 2002 بدايتها. تلعب يا سلام عليك يا علي حسين، ولكن الحارس هناك. ما الذي يحدث؟ ماذا يقول محمد رضي؟ ان هناك ايضا خطأ من اللاعبين، انه اللاعبين كانوا في داخل الارضية. خلينا نشوف فعلا في لاعب داخل المنطقة. فعلا صادوه، جاب الياسي، جاب المصورين. يعطيكم العافية، ما تغيب عنهم شيء، ما يروح عنهم شيء. يعطيكم صادق علي، تيت عليه، هذا هو صادق علي. هدف جميل 22-17. تلعب الكرة، شوف هذه الإعادة الجميلة من صادق، لكن المكابي موجود. رافو محمود عبد القادر. تحدث عن باربار حقق الدوري آخر مرة 2018 2019. النجمة الكاس. الله يا والله ترى اليوم. تلعب الكرة في أرضية الملعب. برافو محمود عبد القادر، سلسلة اللعب. شوف الآن دفاع، برافو عليك يا حسين يا فخر، يباهت. لكن هنا تلعب الكرة، ما فيها شيء. تلعب محمد ميرزا، مدرب يأتي بالحارس رقم 12 عبد الله رضي. تلعب فارق
الخمسة أهداف. غياب جعفر عبد القادر، علي عبد القادر، محمد حبيب، نجوم مش موجودة اليوم في أرضية الملعب. يعني لما تتحدث عن بربا، تحدث عن الأهلي، تحدث أيضا عن عباقرة كباتن لعب. الصياد في وين؟ في نادي الوحدة. وينك يا الصياد يا أبو مرام؟ في الوحدة. وجاسم السلاطنة في وين؟ هدف ياتي في وين؟ في الصف السعودي في الشرقية. وبعد أبناء ميرزا في الإمارات بعد. والله ذكروني إذا كان فيه. شوف النقاش، شوف النقاش بين جعفر عباس وصادق علي. إذا 23 مقابل 17. بحرين خير، بحرين خير. أفضل حارس في آسيا مين؟ جابوني اللي خلف الشاشات. تعرفون أفضل حارس في آسيا مين؟ محمد عبد الحسين، لاعب المنتخبنا الأحمر. الله، تعرفون أفضل لاعب؟ والله مين؟ صياد. والله جبتها. إذا تلعب الكرة سلسلة. شوف الآن دفاع، تقاطعات. محمود، الأهلي يتقدم 5-1 ومحمود. وهنا أيضا خطأ يصير الحكم محمد راضي. والله يجاوبون يتابعون. هناك خلف الشاشة هناك من يشجع الأهلي، هناك من يشجع بربر. والله الأمور جميلة لما تستمتعوا. راح تشوفون هنا خطأ لا ينجح. تأتي الكرة لمصلحة محمد ميرزا. علي حسين، شوف الآن اللعب مستمر. والجماهير اليوم أول انطلاقة بعد توقف 3 شهور. يعود الجوري بالكلاسيكو، بالديربي بين الأصفر الأهلاوي وبين الأبيض أو البنفسجي. بربر يا سلام. والنجم العالمي تفوق على الشباب. الله 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 الله. يا سلام عليك يا صادق، ويا سلام عليك يا جعفر يا عباس. برافو يا جعفر يا عباس يا صادق، متفاهمين. إذا يوسع الفارق. 7 أهداف يعود الفارق. 24-17. يلعب في الدقيقة 13 من الشوط الثاني. الله يا سلام. الكل راح يستمتع، وراح تشوف دولة الكويت تحتضن البطولة الخليجية المصاحبة لكأس الخليجي 3. راح تكون في شهر أبريل شهر 4. وراح تكون أيضا بطولة الأندية قبل هذه البطولة. وراح يرجع النجم لاعبينهم راح يقعدون في الكويت من 1 إلى 11 مارس. بطولة الأندية الخليجية 38 اللي راح يشارك فيها النجم العالمي ممثل الوطن. يا سلام عليك. تلعب مقابي. في خطأ على السيد أحمد فايق. راح يشارك فيها ممثل المملكة النجماوي العالمي. هناك نادي الكويت المنظم، نادي السالمية، الشارقة، الريان، السد، النجمة ومسقط ومضر. هدف يأتي جميل منك يا لاعب يا فنان. برافو. يقلل الفارق إلى 6 أهداف. 18 مقابل 24. هناك راح تكون أيضا مشاركات استعداد لبطولة آسيا للناشئين في كازاخستان في شهر يبدو لي 9 أو 8. وأيضا راح يكون تكون هناك بطولة الشباب في شهر 8. أيضا راح يدرب منتخبنا الأحمر للشباب سيد علي الفلاحي، يدرب باربار. وأيضا هنا الكرة مقطوعة. تلعب المكابي. يا سلام عليك يا المكابي. برافو، حلوة جميلة. وبالتالي إذا راح نشوف أيضا النجماوي العالمي راح يشارك في بطولة الخليج في الكويت في شهر 3. وبالتالي هناك من يعشق النجمة. مين؟ أبو نغم دائما يعشق العالمي، وين ما يروح نجماوي. إذا تلعب برافو. هنا تلعب علي حسين. يا سلام عليك يا الأنين. برافو، حلوة منك أنت يا لاعب يا فنان يا علي حسين. تلعب الكرة سريعة لكن الترانزيشن ديفنس موجود. عودة عواد رجب، عودة حميدة يا عواد. اليوم سجلوا، اليوم خلصوا كشوفاته، وبالتالي هو موجود. يعني راح يشوفون نادي مضر السعودي ونادي مسقط العماني ونادي السد القطري والريان القطري والشارقة
والسالمية الكويتي، ونادي الكويت الكويتي في البطولة الخليجية، وممثل الوطن مين؟ النجماوي العالمي. بالتوفيق. إذا تلعب الكرة يا سلام، الله، مين؟ قاسم جعفر يسجل الهدف العشرين، يقلل الفارق إلى 5 أهداف، ونلعب في الدقيقة 16 من الشوط الثاني. مباراة مولعة يا جماعة، مولعة. اللي ما جا الصالة وشاف التألق رغم الغيابات، رغم غياب هنا وغياب هناك، كثير من اللاعبين يغيبون، وبالتالي لكن الكل متواجد. وين الجيل؟ الجيل الذهبي وينه؟ وين الجيل الذهبي؟ وين اللي لعب يا الاهلي؟ خطأ لمصلحة جعفر عباس، برافو. وهناك ايضا المقابي افضل صانع لعب في بطولة اسيا الافريقية. يا سلام، لاعب منتخبنا الحارس محمد عبد الحسين، واحمد المقابي اللاعب رقم 15 صانع اللعب دينامو لباربار هو افضل صانع لعب، وبالتالي راح نشوف الامور جميله. المقابي وهدف ياتي منك يا صالح. محمد عبد الحسين النجماوي العالمي افضل حارس في بطوله اسيا هناك في الكويت، برافو. حقيقه الامور جميله لما تشاهد الاهداف. 2026. وهناك ايضا من الجيل الذهبي اللي لعب مع النادي الاهلي واللي حقق انجازات على مستوى المحلي والخارجي. لما تتحدث عن الجوهرة سعيد جوهر، المايسترو بدر ميرزا، الفنان ماهر عاشور، والخطير احمد عبد النبي، وايضا هناك من علي عيسى رئيس الاتحاد البحريني، مجدي ميرزا، من اسماعيل باقر، باسم شاب، بدر ميرزا، ابراهيم عباس. نجوم. اذا تلعب 21 مقابل 26 لمصلحة الاهلي، يلعب في الدقيقة 18 من الشوط الثاني، والتقدم للنسور. بدأت النسور تقلع في السماء وفي طيران وفي الجو وفي الأرض. القلعة الصفراء محمد ميرزا إلى جعفر، ولكن هناك خطأ. شو الحارس عيسى خلف. يا سلام عليك يا عيسى. تلعب صادق علي يبحث، هناك إشارة اللاعب السلبي، خطأ على محمود عبد القادر. حقيقة اليوم غايب علي يعقوب أيضا من اللاعبين المميزين. الله، برافو يا عيسى يا خلف، حلوة منك يا حارس انت يا مبدع. المقابي أفضل ابن ميكر صانع اللعب، وهنا الكرة. يا سلام عليك المقابي، هذا هو، شفتونا؟ أفضل صانع لعب في آسيا، عرفتونا؟ هذا هو صاحب الكرة. إذا تلعب محمود عبد القادر، شقيقة علي عبد القادر وجعفر عبد القادر ابن الوز عوام، الله يرحم أبوه، كان لاعب يمتاز بالتصويبات والقذائف الصاروخية. هذا خطأ لمصلحة محمود. تلعب الكرة إلى عواد رجب. محمود في صناعة اللعب. يا سلام عليك، الله، لعبوها فنان، حلوة منك يا لاعب يا حسن يا الناصر. الكرة شوفها، شوف الإعادة أتت من مين؟ من محمود عبد القادر. يصنع الهدف، يسجل حسن ناصر، مما جعل المدرب الكابتن إبراهيم عباس بطلب الوقت المستقطع. ما فيش أحد أحسن من أحد. كرة موجودة، شاف الفارق قل إلى 4 أهداف، قال يا جماعة خلونا نغير شوي، حفظونا، يلا. إذا نترككم مع اللقطات الجميلة. الياسي لك الكلمة. إذا بعد ما شاهدنا واستمتعنا مع اللقطات، شوفنا لقطات الجماهير الآن مع
ابناء وابتسامه موجوده، والكل حاضر اليوم، والله الكل ياتي متعطشين لكره اليد في البحرين بعد ما هناك مشاركات، وتأهلنا إلى طوكيو، إلى الأولمبياد، إلى اليابان، وتأهلنا لكأس العالم من بوابة الكويت ورحلة. باقي مين؟ وش باقي يا جماعة؟ وش باقي قولوا لي؟ وين نروح؟ وين؟ على القمر؟ البحرين غير. إنجاز لإنجاز، وتاريخ لتاريخ، ومجد لمجد، وقدام يا الأحمر دائما قدام. إذا تلعب الكرة سلسلة اللعب، دفاع يطالبون باللعب السلبي. صادق علي إلى علي حسين، وبالتالي هنا تلعب. يا سلام إلى من؟ يوسف. أوه، وهنا خطأ. شوف والله لمسه، ثبته، جابه في الأرض. من اللي ثبت؟ أحمد عبد الله علي. والله يا جعفر يا عباس ما يقدرون عليه، بنية جسمانية. تلعب الكرة علي حسين، يا سلام لعبها، لكن هناك الكرة أيضا خطأ. إشارة اللعب السلبي. هل يستفيد الأهلي؟ صادق. الله، يا سلام عليك، ولعهم، سجلهم صادق. وقلت لك أنا اللاعب الأشول غير. اسمع جماهير، ايوه ايوه يا سلام، ايوه عشم، ياهو ضرب. اذا تلعب الكره كواسر امام النسور. 27 مقابل 22، نلعب في الدقيقه 21. محمود عبد القادر مقابي. اوه، لكن هناك مخالفه يشير الحكم. تلعب الكره محمد ميرزا على حسين، هناك هنا محمد، ويا سلام، ويا الله، يلا 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 يلا، حلوه مقامي. يما ما يتذكرها راح يندم عليها. جيبها يا مخرج، اطرى وياها. شوف المقامي زعلان، لا تزعلوه ترى. شوف والله لا تزعلونه، افضل صانع لعب والله ما عليش المكان. والله ارفع راسك، انت بحريني، وصل كاس العالم، حقق بطولة اسيوية، ورحت بطولة الاولمبياد من قدك. اذا يتدخل الكابتن سيد علي الفلاحي بطلب الوقت المستقطع. امور جميلة. بتحدث عن حقيقة ما تأهل منتخبنا الأحمر للأولمبياد. راح تكون أولمبياد طوكيو في اليابان بعد ما حقق المركز الأول، وأيضا تأهل إلى كأس العالم راح تكون في مصر. جانب من الجماهير الحاضر، عيس الذهبي. حقيقة هناك الدعم يأتي حقيقة لما تشاهد كل المعطيات والأمور. هناك من يدعم الرياضة ومن يقف مع الرياضة. سمو الشيخ ناصر، سمو الشيخ خالد، يوقفون يدعمون ودائما قدام. الله، انجازات هذه السنة غير. وين تدرون؟ عصر الذهب، مثل ما قال سمو الشيخ ناصر، الذهب للذهب، ونحن ان شاء الله رافعين الراس. اذا تلعب الكرة بعد ما انتهى الوقت المستقطع، مكابي احمد في صناعة اللعب والدفاع. يا سلام، هنا تأتي الكرة، تقاطعات. اوه، خطأ. برافو علي احمد، مدرب يشرك اللاعب علي احمد، لاعب رقم 5. الله، هذه عاداتك. برافو يا المكابي، حلوة يا احمد. يسجل، يقلل الفارق الى 4 أهداف من الخطوط الخلفية، من خط 9 أمتار، يأتي بهدف جميل. تحدثت كثيرا مع الأستاذ حميد البقال عن كرة اليد البحرينية، قال لي غير، راح تشوفوا الأمور غير. البحرين ولادة، البحرين لها رونق غير في كرة اليد، لها طعم غير في كرة اليد. فبالتالي ما حققوه من الإنجازات وما قام بها أيضا الاتحاد البحريني برئاسة الأستاذ علي عيسى وكافة الأعضاء، إنه البحرين راح تشوفونها غير. إذا هنا هدف جميل يأتي.
برافو، حلوة منك يا لاعب يا فنان. تلعب هذه الإعادة للهدف الجميل واللقطة الجميلة. تلعب الكرة. ايه مصلحة بربر، وهنا ايضا يا سلام عليك، برافو، جميل 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 جدا ان تشاهد الامور وايضا اللقطات الجميلة منك انت يا لاعب يا فنان. حلوة، لعبها في مكان جميل وفي اداء جميل. حلوة جميلة ان تشاهد هذه اللقطات الجميلة. فبالتالي هناك ايقاف اللعب من المراقب الفني للمباراة والمراقب ايضا الاداري الاستاذ ميرزا سلمان. 24 مقابل 28. الله، يعني ما الذي دار؟ خلينا نشوف. جايبه ما شاهدناه من اشياء جميله في كره اليد في البحرين غير. تلعب الكره، يا سلام عليك، برافو يا قاسم يا محمد. علي يوسف، وهناك خطا لمصلحه الاهلي. اذا نلعب في الدقيقه 24 من الشوط الثاني والنتيجه 28-24، فرق لاربعه اهداف. يعني بالنسبه للنتيجه المباراه غياب، وايضا هناك نقص عددي في بربار، يطالبون باللعب السلبي. اشتعلت الجماهير. اشاره اللعب السلبي، اشاره اللعب السلبي. محمد ميرزا لعبها الى مين؟ يا سلام عليك يا جناح انت يا محمود يا حسين. يسجل على قاسم محمد وياتي بهدف 29. برافو، شوف التمريره الجميله لما تلعب على الاطراف وتلعب ايضا على الاجنحه راح تسجل. امور جميل. اذا تلعب الكره عواد الى علي احمد الى محمود، سلسله اللعب. يا سلام عليك يا محمود، وحلوه عواد الى الجناح. يا الله، برافو، جميل 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 منك يا حارس يا عبد الله رضي. حلوه، ولكن اخفق فيها اللاعب قاسم جعفر، وبالتالي الاولى سجلها ولكن الثانيه لم يسجل. مباراه حلوه، فارق ل5 اهداف، ونلعب في الدقيقه 25. ايضا خطا، احتجاج، وبراضين عليك يا محمد يا رضي يا حبيب يا حكم. يقول لك فيها عمليه مخالفه لمصلحه الباب بربار الكواسر. بربر، يا سلام عليك. تلعب الكره صادق علي، سلسله اللعب، وهناك ايضا مخالفه. تلعب الكره سريعه، محمود ومحمود يا سلام عليك يا خضره. يقول له وين اعطيتني وياه؟ لولا هناك الحارس، هناك عبد الله رضي، ولكن شوف محمود والله سواها، لعبها بفكر، خبره موجود، وبالتالي تاتي الامور. يسجل 25-29. والله ما شاء الله عليه، خيال فارس يلعب يسجل. اذا تلعب الكره الى صادق، يطالبون باللعب السلبي الى محمود الى محمد ميرزا. لاعب جميل، خطا، دفاع كريسف، تاف ديفنس. برافو، حلوه منكم يا لاعبين. والله اليوم امتعتونا يا بربر وامتعتونا يا الاهلي. جميل نشاهد تعود اليد بعد التوقف. لعب السلبي، خطا، يشير الحكم لمصلحه صادق. علي، برافو، الاهلي يسجل يا جعفر يا عباس. 3
25. إذا نلعب في الدقيقة 27 على نهاية الشوط الثاني. الله، أقل من 4 دقائق والأهلي يسيطر. حلوة. وهنا أيضا رمية 7 أمتار على اللاعب رقم 14 علي شعلان. حدث، هناك من يغطي، هناك من يتابع، هناك من يعشق كرة اليد في كل مكان. معشوقة كرة اليد. إذا رمية 7 أمتار. محمود عبد الواحد، محمود عبد القادر. يا سلام عليك يا محمود، متخصص في رمية 7 أمتار، يسجل 26-30، يقلل الفارق إلى 4 أهداف. وباقي 3 دقائق على نهاية الشوط الثاني، ونحن من هذه الجولة والتوقف بعد توقف 3 شهور. الأهلي متصدر 12 نقطة، هذه هي النقطة 15 من 5 فوز إذا فاز في مباراة اليوم، لكن يفرمل باربان. إذا خسر باربان راح يكون على 6 نقاط من 3 مباريات. تيرنوفر، تلعب الكرة لمصلحة باربان أحمد المقابي، فبالتالي هنا شوف عملية صناعة اللعب. المقابي الآن شوف عن طريقة الدفاع يتقدم. إبراهيم عباس عرف كيف يتعامل مع باربار ويحرج الكابتن سيد علي الفلاحي بطريقة الدفاع وطريقة الهجوم حينما يبهت 4-2. ويا سلام عليك، هذا هو المتألق، أفضل صانع لعب في آسيا اللي كانت في الكويت أحمد المقابي. فإبراهيم عباس عرف كيف يتعامل مع طريقة الهجوم لباربار وأيضا مع الكابتن سيد الفلاحي. باهت بتغيير الدفاع، مرة 4-2، مرة 5-1، ومرة أيضا 3، يتقدم على خط 9 أمتار. إذا 27-30 فارق ال3 أهداف، أقل من دقيقتين. برافو يا قاسم يا الشويخ. وبالتالي تأتي الأمور تتحدث عن الأحمر البحريني بعد توقف كرة اليد في مملكتنا هنا. دامت 3 شهور لمشاركة الأندية، لمشاركة منتخبنا في بطولة آسيا. حققنا الأول ورحنا إلى طوكيو اليابان، وحققنا الرابع في آسيا في دولة الكويت، ورحنا لكأس العالم في مصر. ويا سلام يا المقابي، حقيقة نرفع القبعة للاتحاد البحريني لكرة اليد برئاسة الأستاذ علي عيسى وكافة الأعضاء. الرئيس الذهبي، الرئيس الذي دائما ما يصل للعالمية، دائما ما يأتي مع الأعضاء. هناك صلاح خلفان، خالد حيدان، خالد الناجم، وبالتالي هنا تأتي. ويا سلام عليك، برافو، شعلانها الشعلان، يسجل الشعلان. وبالتالي أيضا هناك إسماعيل باقر، يوسف العصفور، مجدي ميرزا، الإسكافي. ويا سلام، حلوة، جميلة جميلة منك يا صلاح عبد الجليل. وهناك جعفر الفردان، والإعلامي المتألق حقيقة اللي يعطينا أيضا المعلومات الأستاذ حسين العصفور. وهناك المنسق غسان أمير، والله يعطيهم العافية. جهود وضع النقاط على الحروف يأتون من أجل أن ينجح المنتخب الأحمر ويصل للعالمية. وصلنا للعالمية. إذن أقل من 30 ثانية على نهاية الشوط الثاني، والأهلي يتقدم بفارق ال4 أهداف. 28-30. يتدخل فلاحي. شوف، عطني على المدرب الفلاحي يا مخرج، شوف الابتسامة، إن شاء الله دوب يا الفلاحي، نبغاها في السداسي، نبغاها في الرباعي يا الفلاحي. إذا كانت الابتسامة الآن موجودة، جيب على المدرب. شوف والله ابتسامة، هذه الروح الرياضية. مدرب لعب في النجمة، حقق بطولات مع النجمة، لعب مع المنتخب، حقق بطولات، أيضا لعب بجوار زميله إبراهيم عباس، أيضا لعبوا هدف النجمة وهدف الأهلي، لعبوا مع المنتخب مع بعض، وأيضا حققوا إنجازات. تعرفون أول بطولة من حققها أيام ما كان السلمانية 1 والسلمانية 2، السلمانية عام 74. بعد هناك دمج الأندية، جاء القادسية اندمج مع الوحدة، مع الهلال، مع راس رمات، ثم رجع أيضا، ثم رجع اندمج، وبالتالي الأمور تغيرت. أول بطولة السلمانية 1 74. آخر بطولة مين حقق الدوري؟ باربار 2018-2019. لكن اليوم باربار هل يعود؟ هل يحافظ على الإنجاز؟ أم يأتي الأهلي
أو النجمة أو الشباب أو الاتفاق أو مين أو البحرين والتير وتوبلي وسماهيج والتضامن، ما في شيء مستحيل. إذا الهدف يأتي 29، إذا ثانيتين على نهاية الشوط الثاني. إذا متابعينا الكرام، مبروك للنادي الأهلي بهذا الفوز بنتيجة 32 مقابل 29. مباراة كانت جميلة في شوطها الأول، سيطر الأهلي من بدايته حتى نهايته، حاول سيد علي الفلاحي، ولكن الغيابات، غياب محمد حبيب، غياب جعفر عبد القادر، غياب علي عبد القادر، أثروا كثير على الفريقين، ولكن نجح الأهلي. مبروك للأهلي، مبروك للأهلي الفوز بهذا اللقاء، وأيضا تحسين ومحافظة على الصدارة. هارد لك لباربار اللي خسر اليوم بنتيجة بفارق 3 أهداف. متابعينا الكرام، تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم سيد الأحمد. شكرا لمخرج اللقاء الأستاذ عبد الله الياسي وكافة الاستاف المتواجد معنا في عربة النقل. الياسي، إلى اللقاء ومع السلامة ولك.